السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم وحلقة جديدة وحلقة أولى على قناة توب 10 كورة. وعلشان هي حلقة أولى فهتكلم معاكم في الأول لمدة دقيقة بالظبط عن فكرة القناة. فكرة القناة باختصار إن إحنا هنتكلم كل حلقة عن توب 10 أو أحسن 10 في حاجة وموضوع معين يخص كرة القدم. يعني مثلا في حلقة هنتكلم عن أحسن 10 مهاجمين في أفريقيا او احسن 10 مدربين في الدوري الانجليزي. بس خلينا متفقين على حاجتين قبل ما نخش في حلقه النهارده، ان احنا اول حاجه هنتكلم بعيدا عن العواطف وبعيدا عن الانتماء وبعيدا عن المشاعر والحب. اما بالنسبه للحاجه الثانيه فان احنا هنحاول نحصر اختياراتنا ونحصر التوب 10 بتوعنا في الفتره الزمنيه اللي احنا عاصرناها، او باختصار الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي. اما بالنسبه لحلقه النهارده فهنبدا اول حلقه على قناه توب 10 كوره باقوى 10 ماتشات في تاريخ الاهلي والزمالك. توب 10 ماتشات الديربي ما بين الاهلي والزمالك من رايي انا الشخصي، وهستنى طبعا اعرف في الكومنتات رايكم بالنسبه للتوب 10 او على الاقل توب 5. يعني لو حسيت ان التوب 10 عليك كتيره فاكتب لي على الاقل التوب 5 من وجهه نظرك، وان شاء الله هستنى برضو انكم تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم بشكل عام عن الحلقه او افكار او مواضيع جديده نتكلم فيها باذن الله. خلينا ندخل على المركز العاشر ونبدا بسرعه التوب 10 النهارده الديربي. نبدا بالمركز العاشر معانا، والماتش اللي انا حطيته في المركز العاشر ده بصراحه من الماتشات القويه قوي ما بين الاهلي والزمالك من وجهه نظري. يعني مبدئيا هو موسم 2002 2003 الماتش ده خلص 2-2 ما بين الاهلي والزمالك. الماتش ده كانت كل الناس مستنياه مبدئيا من قبل ما يبدا، والماتش ده كان مولع من قبل ما يتلعب، والسبب ان ده كان اول ماتش ما بين الاهلي والزمالك بعد مباراه ال6-1. كل الناس كانت مستنيه تعرف رد فعل الزمالك ايه بعد الهزيمه القاسيه ورد فعل الاهلي ايه بعد الانتصار التاريخي. وفعلا الماتش بدا مولع نار، ونزل الزمالك في الدقيقه السادسه حط الجون الاول من مدحت عبد الهادي. رد الاهلي على طول في الدقيقه 14 محمد جوده من ضربه جزاء. اما الزمالك بعدها بدقيقه واحده في الدقيقه 15 محمد عبد الواحد حط الجون الثاني، فكده بقت النتيجه 2-1 والماتش مولع نار اول ربع ساعه. في الدقيقه 35 اتعادل سيد عبد الحفيظ للاهلي واصبحت النتيجه 2-2. خلص الشوط الاول 2-2. بس بالمناسبه كان ممكن جilberto يحط الجون الثالث للاهلي كمان في اخر دقيقه في الشوط الاول، وكانت فرصه قريبه قوي للجون، كانت عامله بالظبط زي فرصه محمد بركات في الجزائر لو تفتكروها، اللي كانت في اخر دقيقه برده في المباراه. الشوط الثاني كان ضعيف شويه بالنسبه للاولاني، مبدئيا ما كانش فيه اجوان خالص، بس كان فيه برده هجمات بس من بعيد، ما كانش قوي قوي زي الشوط الاولاني. وضعف الشوط الثاني هو اللي خلاني احط الماتش دوت في المركز العاشر. خلص الماتش 2-2. وبالمناسبه كان مدرب الزمالك في الماتش دوت هو كابرال، ومدرب الاهلي في الماتش دوت كان بونو فرير. المركز التاسع معانا هو ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري سنه 2015. الماتش دوت باختصار اللي هو معروف بضربه جزاء كهربا اللي ضاعت. الماتش ده خلص 3-2 للاهلي، وانا شايف برضو الماتش ده كان حماسي وفيه اجوان وفيه كمان احداث كتير حصلت. مبدئيا الماتش دوت كان اول ماتش ما بين الاهلي والزمالك يتلعب في دوله خليجيه. بدا عمر جابر المباراه سخنه في الدقيقه 23 وضيع انفراد ما يضيعش. بعديها بدقيقتين قام حط عمر جابر الجون الاولاني لنادي الزمالك واصبحت النتيجه 1-0. في الدقيقه 33 الزمالك جاله ضربه جزاء عن طريق كهربا بعد تدخل احمد فتحي عليه، ودخل كهربا وضيع ضربه الجزاء، ودي كانت نقطه تحول للنادي الاهلي. الاهلي بعديها مسك الماتش، وفعلا في اخر دقيقه في الشوط الاولاني جاله هو بقى ضربه جزاء، دخل حطها عبد الله السعيد، والشوط الاولاني خلص 1-1. الشوط الثاني دخل الاهلي مسك الماتش اكتر من الزمالك، وفي الدقيقه 56 جاله برده ضربه جزاء ثانيه ودخل برده سجلها عبد الله السعيد واصبحت النتيجه 2-1. في الدقيقه 67 الاهلي يحط الجون الثالث مؤمن زكريا واصبحت النتيجه 3-1، والناس كلها قالت ان الماتش خلاص انتهى للنادي الاهلي. الزمالك جاله نقطه تحول ثانيه بس بسيطه شويه وكانت متاخره برده، وهي لما رمضان صبحي وقف على الكوره في الدقيقه 76. استفزت جدا الحركه ديت لعيبه نادي الزمالك، واخر ربع ساعه الزمالك مسك الكوره وهاجم جدا، وفعلا الزمالك قدر ان هو يسجل جون في الدقيقه 90. وبرده كان في فرصه بعد الجون دوت كان ممكن الماتش يخلص تعادل. كان مدرب الاهلي في الماتش دوت هو عبد العزيز عبد الشافي، ومدرب الزمالك في الماتش دوت هو جيزوالدو فيريرا. اما بالنسبه للمركز الثامن معانا فهو اكتر ماتش للاهلي والزمالك فيه اجوان عبر التاريخ. الموسم كان 2021 2022. المناسبه كانت الدوري المصري الدور الاول. الاهلي والزمالك هيلعبوا ماتش وفجاه الماتش يخلص 5-3 لصالح الاهلي. خلينا نخش بسرعه بجو الماتش، وينزل الاهلي سخن جدا ويسجل الهدف الاول اليو ديانج في الدقيقه 15. مش كده وبس، بعديها باربع دقائق علي معلول جاله ضربه جزاء وسجلها، يعني هو اللي جابها وهو اللي سجلها في الدقيقه 19. مش كده وبس، محمد شريف يحط الجون الثالث في الدقيقه 24، وفجاه الناس كلها مصدومه 3-0 اول 24 دقيقه، وخلص الشوط الاول بالنتيجه ديت. يخش الزمالك في الدقيقه 50 يسجل صاروخ من مصطفى فتحي وتصبح النتيجه 3-1.
راح اليو ديانج حط الجون الرابع للاهلي في الدقيقه 52 واصبحت النتيجه 4-1. برده مش كده وبس، الاهلي سجل الجون الخامس من طريق علي معلول، برده ضربه جزاء في الدقيقه 62. بالمناسبه ضربه الجزاء جت في الدقيقه 58، يعني الزمالك جاب جون في الدقيقه 50، الاهلي حط جون في الدقيقه 52 وحط ضربه جزاء او جاله ضربه جزاء في الدقيقه 58. الزمالك في الدقيقه 79 يجي له ضربه جزاء، سيف الجزيري خد ضربه جزاء دخل حطها احمد السيد زيزو. في الدقيقه 89 الزمالك يحط جون ثالث عن طريق اشرف بن شرقي وتنتهي المباراه 5-3 في ماتش مليان اجوان واحداث وضربات جزاء. مدرب الاهلي في الماتش دوت كان بيتسو موسيماني، ومدرب الزمالك في الماتش دوت كان باتريس كارتيرون. المركز السابع معانا بقى ده ماتش مش عارف ليه انا حاسس ان انا ظلمته شويه بالمركز السابع، وحاسس ان الماتش دوت كان ممكن يطلع مراكز اكتر من كده، وحاسس ان هو يبقى في اختياراتكم ان هو الماتش دوت على الاقل ضمن التوب 5. مبدئيا الماتش دوت كان موسم 2010 2011 وكان الزمالك متقدم جدا في الدوري وفارق عن الاهلي فرق نقط كتير. دخل الماتش سخن جدا، الزمالك يحرز الهدف الاول من طريق يعني يعتبر احمد جعفر، كرة بالعرض لعبها فقبل ما تخش بخطوه كده او متر دخل احمد السيد كملها في نفسه واصبحت النتيجه 1-0 للزمالك في الدقيقه الخامسه. في الدقيقه 18 محمد ناجي جده يحط جون التعادل للاهلي وتصبح النتيجه 1-1. قام الزمالك حط الجون الثاني من خلال حسين ياسر المحمدي، حط الجون الثاني بقت النتيجه 2-1 والشوط الاول خلص 2-1 والمباراه قربت تنتهي 2-1 والزمالك قرب ان هو ياخد الدوري. فجاه دومينيك يحط جون التعادل للنادي الاهلي وتصبح النتيجه 2-2. طبعا كلنا فاكرين احداث الجون الثاني والشده اللي حصلت ما بين كابتن حسام حسن مدرب الزمالك والكابتن مانويل جوزيه مدرب النادي الاهلي، واختلفوا ان مثلا كان في لاعب من الزمالك واقع وكان لاعب مستمر. خلص الماتش 2-2، بس الماتش ده كان فيه فرص كتير قوي وكان حماسي وكان الاستاد متقفل، وانا شايف ان هو من احلى ماتشات الاهلي والزمالك. المركز السادس بقى دوت يعتبر الاستثناء الوحيد اللي في حلقه النهارده، لان الماتش دوت انا مبدئيا ما شفتوش لايف، واعتقد يعني اغلب جيلي ما شافوش لايف، بس كان لازم يتحط معانا في التوب 10. هو ماتش الزمالك والاهلي السوبر الافريقي سنه 1994، يعتبر اخشن واعنف ماتش ما بين الاهلي والزمالك عبر التاريخ. يعني انا ما شفتش حتى ماتشات قديمه او هايلايت فيها خشونه واصابات وعنف بالشكل دوت. الماتش دوت مبدئيا كابتن حسين عبد اللطيف من الزمالك اتصاب اول 10 دقائق، حصل حاله طرد في الشوط الثاني، كابتن محمد يوسف اتطرد. الماتش ده كان فيه كميه فاولات والماتش كله يعتبر شوطه من بعيد شوطه من بعيد لحد الدقيقه 86 نجح ايمن منصور ان هو يحط الجون الوحيد في المباراه لنادي الزمالك، وقدر الزمالك ان هو ياخد كاس السوبر الافريقي وتنتهي المباراه 1-0 لصالح نادي الزمالك. كان مدرب الاهلي في الماتش دوت هو مايك سميث، ومدرب الزمالك في الماتش دوت هو العبقري محمود الجوهري. المركز الخامس معانا وهو يعتبر اكتر ماتش فيه جاب النتيجه ما بين الفريقين، واتوقع انتوا كده عرفتوا انا هحط انهي ماتش في المركز الخامس، وهو ماتش 6-1 ما بين الاهلي والزمالك موسم 2001 2002 في الدوري المصري في الدور الثاني. مبدئيا الماتش دوت فيه حاجه كده الناس كلها متلخبطه فيها، وهو فاكرين ان الاهلي نزل حط جون في الثواني الاولى من المباراه او اول دقيقه في المباراه. anyway الاهلي اصلا حط الجون في الدقيقه الرابعه من المباراه باقدام رضا شحاته. مش كده وبس، ده ابراهيم سعيد حط الجون الثاني في الدقيقه 17 بكتفه، والاهلي حط الجون الثالث خالد بيبو في الدقيقه 26. والناس كلها مظلومه لان كان برضو الفتره ديت الاهلي والزمالك كانوا يعني ند اول بعض، وكان الزمالك يعتبر متفوق كمان على الاهلي، فان هو ينزل في اول 26 دقيقه الاهلي متفوق 3-0 كانت يعني حاجه مفاجاه كبيره جدا. الزمالك قدر ان هو يحط جول في الدقيقه 40 حسام حسن وينتهي الشوط الاول 3-1 لصالح الاهلي، لكن الاهلي نزل مستحوذ تماما الشوط الثاني، وخالد بيبو حط هاتريك 3 اجوان في الدقيقه 62 والدقيقه وقت 72 وفي الدقيقه 91. طيب الماتش ده بالتحديد هتكلم فيه بالظبط لمده دقيقه عن مدرب الزمالك وهتكلم لمده دقيقه عن مدرب الاهلي. مبدئيا اوتفيسر مدرب الزمالك عمل يعني فتوات كتير قوي في الماتش دوت، وعمل حاجات غريبه جدا في الماتش دوت، وهو العنصر الاساسي اللي يتحمل النتيجه القاسيه ديت. والسبب ان الزمالك كان بيلعب على طول في الوقت دوت بخطه 3-5-2، وائل قباني بشير التبعي مدحت عبد الهادي. قام اوتوفيستر سبحان الله دخل الماتش بطريقه غريبه جدا، لعب 4-4-2 ولعب بشير التبعي ورضا سيكا بس، وكان ساعتها حتى رضا سيكا يعتبر اول ماتشاته مع الزمالك، وقعد مدحت عبد الهادي وائل قباني على دكه الاحتياطي. ده مش كده وبس، ده قعد عبد الحليم علي على دكه الاحتياطي، وطلع جمال حمزه في الدقيقه 33 من الشوط الاولاني. اما بقى بالنسبه لمانويل جوزيه مدرب النادي الاهلي، وطبعا سمعنا بعد المباراه ان كل اللعيبه اتكلمت في الحته ديت، وان هو كان زعلان جدا رغم الفوز العظيم 6-1 لكن ما كانش عاجبه النتيجه. وفعلا احنا يا جماعه لو رجعنا شفنا الهايلايتس هنلاقي ان الاهلي ضيع كميه فرص. يعني مثلا رضا شحاته
ضيع جون اسهل بكتير من اللي هو جابه في الدقيقه الرابعه، وخالد بيبو ضيع جون خامس ليه، يعني هو لوحده كان هيحط جون خامس وجون سابع للاهلي. مش كده وبس، في فرصه لمحمد فاروق اوفر اترفع دخل حطها بالهيد لوحده تماما في ال6 يارده، الكوره لمسها وجت جنب الجون. حتى الكاميرا جت على مانويل جوزيه في الفرصه ديت بعد ما الفرصه ضاعت. فعلا الراجل يا جماعه مش بيمثل، الراجل متعصب، كان ساعتها النتيجه 5-1. المركز الرابع انا حبيت احط الماتش دوت، ويمكن ناس كتير مش عارف ليه حاسس ان في ناس كتير هتختلف معايا في الماتش دوت، رغم ان انا شايف ان الماتش دوت برده يعتبر ماتش جامد قوي وكان لازم يتحط معانا في التوب 10 ما بين الاهلي والزمالك، وهو السوبر الافريقي الثاني ما بين الاهلي والزمالك. وقدر ان الزمالك ياخد السوبر عن طريق ضربات الجزاء بعد التعادل 1-1 في استاد المملكه ارينا في السعوديه. مبدئيا ده احدث ماتش معانا في التوب 10، والماتش دوت الاهلي نزل حط جون يعتبر احنا فاكرينه، انا مش هتكلم فيه كتير لان كلنا طبعا فاكرينه. الاهلي نزل حط جون وسام ابو علي من ضربه جزاء اكرم توفيق بعد تدخل حمزه المسلوسي، وخلص الشوط الاولاني 1-0. وقدر ناصر منسي ان هو يتعادل في اخر ربع ساعه والماتش يولع، وفعلا قدر الزمالك ان هو يخطف الكاس ويخطف السوبر الافريقي من خلال ضربات الجزاء 4-2. مدرب الاهلي في الماتش ده طبعا كان كولر، ومدرب الزمالك كان جوزيه جوميز، وخلص الماتش دوت بفوز نادي الزمالك. وصلنا للمركز الثالث. المركز الثالث معانا هو ماتش حلو قوي 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 قوي. الماتش دوت كان موسم 2009-2010، كان لسه حسام حسن لسه جاي ماسك الزمالك، والناس كلها بتقول ان الاهلي هيتفوق. في الدقيقه الاولى الزمالك يحرز الهدف الاول رأسيه من احمد جعفر، راح الاهلي تعادل على طول في الدقيقه 18 عماد متعب والماتش مولع. الزمالك حط الجون الثاني حسين ياسر المحمدي، راح عماد متعب حط جون التعادل، وخلص الشوط الاولاني 2-2. بس خلينا يا جماعه ما نعديش الكلام ده كده بسرعه، لان الشوط دوت والماتش ده عامه كان فيه كميه فرص من الفريقين مش طبيعيه. دخلنا الشوط الثاني برضو النزيف الفرص من هنا ومن هنا، والماتش مولع نار والدنيا مولعه نار، لكن الناس بدات تحس ان الماتش دوت هيخلص 2-2 والفرقتين هيحافظوا على نتيجه التعادل، لان احنا وصلنا للدقيقه 79 وداخلين على الدقيقه 80. فجاه محمد عبد الشافي حط جون ثالث والماتش ولع. الاهلي تعادل في اخر ثانيه، محمد بركات حط الجون الثالث للاهلي تقريبا في الدقيقه 92 او 93. الماتش خلص 3-3، كانت قمه الاثاره. وبالمناسبه انا الماتش دوت كنت في الاستاد، وبصراحه كان ماتش يعني مثير وكله حماس من اوله لاخره. طيب كده احنا وصلنا للمركز الثاني معانا، والماتش دوت يعتبر هو اكبر مناسبه اتقابلوا فيها الاهلي والزمالك، وهو اكبر حدث اتقابل فيه الاهلي والزمالك، وهو نهائي دوري ابطال افريقيا موسم 2020. طبعا الماتش دوت هو اتسمى بماتش القرن ونهائي القرن، وكانت الدنيا كلها مش بصراحه مش هنتكلم ان هو كان الدنيا مقلوبه في مصر بس، لا هو كان في الوطن العربي وفي افريقيا، وكان الماتش ده واخد ضجه حتى في صحف عالميه كتير قوي. الماتش دوت خلص 2-1 لصالح النادي الاهلي، حط الجون الاولاني في الدقيقه الرابعه من ضربه ركنيه، اتعادل شيكابالا بهدف ولا اجمل ولا اروع في الدقيقه 30، وخلص الشوط الاولاني 1-1. الماتش دوت كان فيه كمان فرص كتير قوي، ابرزها فرصه حسين الشحات لما كان الجون فاضي وحطها في العارضه، والشوطه الصاروخيه بتاعت احمد السيد زيزو وبرده حطها في العارضه، غير الفرص اللي كانت مش قويه قوي لكن الفرقتين برده ضيعوا فرص. في الدقيقه 84 دخل محمد مجدي قفشه خلص المباراه بالجون الثاني لصالح النادي الاهلي، انتهت المباراه 2-1 وقدر الاهلي انه ياخد دوري ابطال افريقيا الموسم دوت. مدرب الزمالك في الماتش دوت كان باتشيكو، مدرب الاهلي في الماتش دوت كان بيتسو موسيماني. اما بالنسبه للمركز الاول من اختياري بصراحه انا شايف ان الماتش دوت يا جماعه هو مش اقوى ماتش ما بين الاهلي والزمالك، الماتش ده انا شايف ان هو احلى ماتش في الكره المصريه، ده رايي انا الشخصي. طبعا انا زي ما قلت في الاول وهقول في الاخر، انا طبعا هستنى يا جماعه رايكم في الكومنتات، كل واحد يقول رايه هو الشخصي بدون طبعا تحيز زي ما اتفقنا، بس انا شايف الماتش ده يا جماعه ان احنا اغلبنا هيتفق عليه ان هو احلى وامتع ماتش في تاريخ الكره المصريه، وبالاخص ما بين الاهلي والزمالك. الماتش دوت هو نهائي كاس مصر سنه 2007، الماتش ده انتهى 4-3 يا جماعه لصالح الاهلي، وماتش فيه كميه فرص وكميه اهداف وكميه اثاره وكميه لعيبه، وقد ايه الملعب في كميه اللعيبه ديت في وقت واحد يعني. المهم ان الشوط الاولاني خلص 0-0 لكن برده كان فيه فرص وفيه اثاره. الشوط الثاني بدا نزيف الاهداف، يبدا في الدقيقه 50 عمرو زكي دخل وسط اثنين مدافعين وامير عبد الحميد دخل حطها براسه ويتقدم الزمالك 1-0. في الدقيقه 56 بعدها ب6 دقائق عماد متعب قدر ان هو يضحك على عمرو الصفتي ويحط جون التعادل واصبحت النتيجه 1-1. في الدقيقه 64 قدر الزمالك ان هو يحط الجون الثاني من طريق شيكابالا بعد شوطه بره منطقه الجزاء، بعد ما كان شيكابالا لسه نازل بدقيقتين بالمناسبه. في طبعا لا يقل عن 5 فرص هنا و5 فرص هنا، واسامه حسني ضيع فرصه في الدقيقه 80 في ال6 يارده اسهل من ضربه الجزاء، يعني اسهل من البيلن، حطها جنب الجون.
في الدقيقه 87 قدر الاهلي ان هو يتعادل عن طريق ابو تريكه، ودخل الفريقين الوقت الاضافي. في الوقت الاضافي الناس كلها بتتكلم بقى ان هو يعني خلاص بالعقل بقى، يعني ايه تقدر تخطف جون، تدافع، تعمل. نزل الزمالك في الدقيقه 99 جمال حمزه حط جون حلو قوي. في الدقيقه 105 اسامه حسني صالح غلطته اللي عملها في الدقيقه 80 ويحط جون التعادل للاهلي. ده مش كده وبس، ده اسامه حسني حط الجون بعديها بدقيقتين الرابع للاهلي في الدقيقه 107 لتنتهي المباراه 4-3. الماتش دوت انا شايف ان هو كسب معانا النهارده، هو توب 1 بالنسبه لماتشات الاهلي والزمالك. وبالمناسبه كان مدرب الاهلي في الماتش دوت هو مانويل جوزيه، ومدرب الزمالك في الماتش دوت هو هنري ميشيل. في نهايه حلقتنا الاولى اتمنى ان انا مبدئيا اكون نلت قبولكم، واتمنى تكون حلقه جميله. كل واحد يقول لي التوب 10 بتوعه ايه من رايه هو الشخصي. تاني حاجه اتمنى انكم تقولوا لي رايكم بشكل عام في الحلقه والفكره وافكار نقدر نتكلم فيها الحلقات الجايه، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وشكرا والسلام عليكم.